السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أحبتي الكرام، أهلا وسهلا في قناتنا، قناة هشام الإدريسي. حيا الله الجميع. نتكلموا موضوع ديال الملك العمومي. هذا الشيء اللي وقع في العيايدة، في شارع النصر وقرب أرض بن عاشر وغيرهم من المناطق اللي مسؤول عليها هي مقاطعة العيايدة. هذا الشيء عمل مزيان، تطهير الملك العمومي وتفريغ شنو نقولوا الطرق السيارة. مثلا ديال شارع النصر، كان هاك الطريق ديال شارع النصر كان مقفول، كانوا فيه مولي الباعة الفراشة خالقين طريق ممنوع دوز بالسيارة ديالك، دوز على رجلك ودوز بالزز. الحمد لله هادشي مزيان ممتاز. حنا نثمن هاد الامور، تطهير الشوارع يوليو يديو السيارات ويجيبوا مزيان ممتاز. ولكن سبحان الله العظيم، في كل منحة تجد هناك محنة. هادشي تدير السلطات مزيان، ولكن كما قلنا في هذه المنحة تلقى محن ديال الناس اخرين مساكين، عندهم الكرا وعندهم الوليدات تيقراو وجات في الوقت ديال الدراسة. هي خاصها شوية يكون شوية المراعاة بين السلطات وبين التجار اصحاب الفراشات اللي في الشوارع ديال الملك العمومي. هذه نقطة. الناس مساكن دابا اللي ما بقاوش مساكن يفرشوا ولا ما بقاوش، خاصهم ضروري بديل يرضي الاطراف جميعا، لا السلطات ولا الباعة. حيت بزاف ديال الاقتراحات اقترحوا عليهم السلطات في الاسواق ديال القرب، سبحان الله، حتى الناس اللي فيهم اللي داوهم وعطاوهم محلات ديالهم تما تيهربوا منها، حيت الناس ما تجيش لهاد المحلات، هاد الاسواق ديال القرب ديما تتهرب الاماكن الاخرى اللي فيها الكرارس وفيها اسواق عشوائيه وغير ذلك من الامور. لا بغينا الاسواق النموذجيه، هاد الاسواق ديال القرب تنجح، راه هي خص نجمعوا كاملين الفراشه كاملين والباعه اللي في هذيك المنطقه كلهم يدخلوا للسوق، ما يبقى حتى شي واحد برا، ما يبقى حتى شي كراج تيبيع وشري الا في السوق، باش الناس تضطر تمشي للسوق. هادشي خصو دراسه معمقه مزيان